قبل ما نتكلم عن قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اللي حصلت النهاردة، لازم نتكلم في البداية عن افتتاح قناة الأهلي من جديد، ووجود معلم الإعلام الرياضي أو زي ما قال حبيبنا مؤمن زكريا بابا المجال. حقيقة بداية قوية جدا يا جماعة. اتفقت مع أحمد شوبير، لكن لازم اللي ما فيهوش مجال للشك أو النقاش أو الجدال إن هو رقم واحد في مصر، وبعد منه يجي رقم اتنين بعد منه بكتير. هو شوبير رقم واحد، شطارة، لباقة، علاقات، بيعرف يوصل للخبر. لا، شوبير قيمة تقيلة جدا 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 وكبيرة في الإعلام المصري، وهو سبب في ظهور ناس ياما. ويمكن بداية البرامج الرياضية دي كانت بذرة الأساس من أحمد شوبير. كلام كتير عن شطارة إبراهيم فايق الفترة الأخيرة، خلينا نتفق إن هو راجل شاطر مش وحش، ولكن عشان تعرف قيمة أحمد شوبير، إبراهيم فايق كان موجود في أون تايم، وياما كتير جماهير النادي الأهلي اختلفت معاه وشككت في آرائه، وأشهرها طبعا واقعة المكتب والملعب اللي يشاء القدر هو وسيف زاهر يقولوا نفس الجملة في نفس اليوم في مباراة فاز فيها الزمالك على الأهلي، هي مباراة تحصيل حاصل. فأنا ما بنساش الحاجات دي بالأمانة. وجوده في MBC مصر عامل شغل كتير، طبعا عامل شغل كبير قوي، لكن ده بالإضافة لشطارته. لكن العامل الأساسي في النجاح، هات لي سيد عبد الحفيظ، هات لي ابراهيم المنيسي، هات لي عادل القيعي، هات لي احمد عفيفي، هات لي عز، هات لي كل الناس اللي بتحلل، هات لي كميه الناس دي لاي اعلام اديهم له هتلاقي الدنيا اختلفت معاه. هات له حريه الراي اللي مش موجه، اللي مفيش سكريبت بيروح لك يقول لك قول كذا، بالاضافه للادوات اللي بديها لك، مداخلات مع اي حد. وطبعا لانه موجود في قناه بتدفع، مفيش حاجه بتمشي حبي. تحصل مشكله احمد رفعت، نادر شوقي يجي هو جاي عشان يثبت الحقيقه، لكن مش ده الاساس، جاي عشان المعروض. مداخلات مع اي حد، شفنا مشكله تصريحات القندوسي، هات الوكيل القديم مع الوكيل الجديد مع وكيل بن العبيد، مع اي حد هيجي لك. انت عايز لبن العصفور هيجي لك، الادوات كلها معاك اتوجدت لك، اسمك لمع، بقيت حديث وبقيت شاطر. لكن تعالى بقى لشوبير. شوبير كان بيشتغل في قنوات محور بقى ولا مش محور، شوف قنوات كان اقصى انجازاتها ان هي ذاعت مسلسل العطار والسبع بنات عرض اول. اعلاناتها كان يبقى الاعلان مثلا الدقيقه ب 10 جنيه، يجي اعلان مثلا رد الحبيب ولا رد المطلقه ولا الكريم السحري اللي بيحيي الموتى، الحاجات التافهه دي. يجي شوبير يخش القناه، لا تلاقي بقى شركات المحمول والمياه الغازيه. شوبير من الهوا من الفسيخ بيقدر يعمل لك شربات، ودي قيمه شوبير الاعلاميه. طبعا ده كده باختصار قيمه شوبير. شفنا القناه امبارح بصراحه، لا فقرات متنوعه، حاجه تشبعك كاهلاوي وحاجه تخليك قاعد قدام القناه. طبعا من اهم الحاجات اللي حصلت امبارح طبعا مكالمه محمد رمضان. والحقيقه محمد رمضان المفترض ان هو راجل اقول عليه ان هو مش سعيد الحظ، ان هو راجل لسه بيبدا مهمته، لسه بيحضر، لسه بيشتغل على نفسه. هو اصلا زي ما قال انا جايب لايف كوتش بيشتغل عشان يحاول يواكب الزمن، وده يبين لك ان الراجل ده فكره عامل ازاي وجاي ينجح مش جاي يتدلع، راجل بتاع شغل. فتجيله ازمه تصريحات احمد القندوسي، اي حد يشوف ان الراجل ده مش سعيد الحظ، لسه في البدايه ويجي لك مشكله زي كده وهي حديث السوشيال ميديا والاعلام وكل الوسط الرياضي، كان اختبار صعب جدا. ولكن كفاءه محمد رمضان، شطاره محمد رمضان، فكر محمد رمضان خلى الموضوع بدل ما تقول ان هو راجل سيء الحظ، اتحول لبقى محمد رمضان سعيد الحظ ان الموضوع ده حصل في بدايه شغله. فده ثقه وده كريدت كتير كبير عند جماهير النادي الاهلي. الراجل عالج الموضوع بسرعه وبالصح اللي لازم يتعمل، تحقيق شؤون قانونيه، كل الاطراف تيجي، عرض الموضوع في 48 ساعه، كان الموضوع اتحقق فيه، اتصدر فيه قرار عرض قندوسي للبيع، اعاده هيكله لجنه التعاقدات في النادي الاهلي. سرعه القرار وسرعه اتخاذ الامر ما بيدكش فرصه للبلبله وللكلام الكتير. اراءه كمان حتى وشوبير بيتكلموا قال له لا، طب انت هتصدر قرار ولا الشؤون القانونيه؟ قال له لا، الشؤون القانونيه فيما معناه تجب كل شيء، في وجودها هي فده يبين لك برضه فكر الراجل، وهو اللي هو النادي الاهلي بيعمله طول عمره، ادي العيش لخبازه، لكل واحد مختص ليه شغله ليه مسؤولياته. كلنا متفائلين بمحمد رمضان، الموضوع ده ادى ثقه كبيره جدا. كلامه عن علاقته باللعيبه، لا زي ما قلت قبل كده، الناس اللي فاكره ان جاي يجزر وجاي يذبح، لا الراجل جاي يساعد، جاي يقوم، جاي يعدل مع كولر، مش جاي يتصادم معاه، الراجل جاي يساعده، جاي يوفر له الاجواء اللي تخليه يقدر يشتغل. كل التوفيق لمحمد رمضان ولمنظومه النادي الاهلي بصفه كامله. ده كده سريعا في قناه النادي الاهلي ومحمد رمضان. نيجي بقى لقرعه الكونفدراليه وقرعه دوري ابطال افريقيا اللي اقيمت النهارده.
نبدا مجموعه دوري ابطال افريقيا. المجاميع الاربعه، المجموعه الاولى مازيمبي، يانج افريكانز، الهلال السوداني، مولوديه وهران الجزائري. المجموعه الثانيه صن داونز، الرجاء، الجيش الملكي، ومنياما. المجموعه الثالثه اللي فيها النادي الاهلي وشباب بلوزداد واستاد ابيجان واورلاندو بايرتس الجنوب افريقيا. والمجموعه الرابعه فيها الترجي وفيها بيراميدز وفيها سجرادا ودوبليبا المالي. خليني اقول لك المجموعه الاولى كده: مازيمبي، يانج افريكانز، الهلال السوداني، ومولوديه وهران الجزائري. انا نفسي ما اقدرش اتوقع من اللي يصعد. مجموعه قويه جدا، مش قويه لان المنافسين فيها اقوياء، لا لانهم كلهم تقريبا مستوى واحد. يعني انا المجموعه دي ما اقدرش اتوقع، وصعب قوي حد يقدر يتوقع الاثنين اللي هيصعدوا ويطلع توقع صح. ما بين مازيمبي ويانج افريكانز والهلال السوداني ومولوديه وهران، يمكن الهلال السوداني موقفه اصعب شويه لانه مش هيلعب في السودان، فعنده 9 نقط. لو بيلعب في السودان انا بقول لك من دلوقتي كانوا مضمونين، عارف الاجواء والدنيا هناك. فالمجموعه فيها كل الاحتمالات. المجموعه الثانيه صن داونز، الرجاء، الجيش الملكي، منياما. دي بقى مجموعه هتشهد موقعتين نار، لان اللي ما بين الرجاء المغربي والجيش الملكي صعب جدا، صعب جدا، حاجه كده زي برشلونه وريال مدريد. الناس ممكن تفكر الرجاء والوداد، لا الاكتر بين الرجاء والجيش الملكي. فانا اتوقع صن داونز طبعا مع تدعيماته مع فرقه صن داونز وقوتها عايز واحد من الاثنين، مين هما دي ما اقدرش اتوقع، لكن صن داونز هياخد معاه الرجاء او الجيش الملكي. طبعا الجيش الملكي والرجاء نتيجتهم مع منياما رايح جاي هي اللي هتحدد مين اللي هيصعد مع صن داونز. نيجي بقى لمجموعتنا: الاهلي، شباب بلوزداد، اورلاندو بايرتس، استاد ابيجان. هسيب مجموعتها الاخر عشان هقول لك ازاي الفرقه اللي مع الاهلي ازاي صعدت لدور المجموعات. المجموعه الاخيره الترجي وبيراميدز. مجموعه هي سهله جدا بالنسبه للترجي وبالنسبه لبيراميدز، لان معاهم سجرادا، سبرانزا سجرادا، وطبعا شفناه قبل كده فريق متواضع جدا، ودوبليبا من مالي. فسهل جدا على الترجي وبيراميدز ان هم يصعدوا بسهوله. هي القصه هتبقى بين اول وثاني الا اذا حصلت مفاجات، واحنا طبعا بنشوف بيراميدز دار الابطال لا حصل معاه حاجات كتير قوي تخليك ما تضمنش او ما تضمنش الموقف هيبقى عامل ازاي. شفنا السنه اللي فاتت مع فرق ضعيفه جدا ما قدرش يفوز عليها، فده وارد يحصل، لكن المنطق بيقول الترجي وبيراميدز. مجموعه الاهلي بقى، الاهلي فيها شباب بلوزداد، اورلاندو بايرتس، استاد ابيجان. تعال نعرف كل فرقه اصلا ازاي صعدت للمواجهه دي. هنبدا باورلاندو بايرتس. اورلاندو بايرتس بدات دور التمهيدي الاول اللي ما لعبوش النادي الاهلي مع فريق اسمه ديسبليس من مدغشقر. اتعادل معاه في مدغشقر 0-0 وفاز عليه في مباراه العوده في جنوب افريقيا 4-0، ومن هنا صعد لدور ال 32 عشان يقابل فرقه جوانين جالاكسي الفريق البتسواني. عمل ايه بقى؟ فاز بره ملعبه في بتسوانا 2-0، وفي جنوب افريقيا فاز عليه 1-0. اذا لما تيجي تبص على نتائج اورلاندو بايرتس، الفريق ده لعب 4 مباريات سجل فيهم 7 اهداف، ما دخلش مرماه ولا هدف، سواء هو بيلعب الفريق مدغشقر فريق ضعيف جدا طبعا محدش يسمع عنه، يمكن انا مش عارف اقرا اسمه حتى، وفريق جوانين جالاكسي برضه فريق مش قوي، الاسم معروف مش غريب لكنه فريق برضه مش بالقوه. بس ده يدي لك مؤشر ان فرقه اورلاندو بايرتس فريق منظم دفاعيا، ان هو يلعب 4 مباريات فيهم مباراتين بره ارضه ما يخشش مرماه ولا هدف، دي حاجه تحسب له جدا. معدل التهديف بتاعه مش وحش، يمكن مع جوانين جالاكسي ماتش العوده فاز 1-0 بس في جنوب افريقيا لانه كان كسب بره 2، فاكيد كان مريح لعيبه كتير، اكيد كان عامل حسابه ان هو مش بيلعب بالقوه الاساسيه، فده يقول لك ان فريق اورلاندو بايرتس فريق قوي، فريق لا يستهان بيه. نيجي لاستاد ابيجان قبل ما نروح للبلوزداد. استاد ابيجان في الدور التمهيدي الاول كان لاعب مع فريق تونجيث السنغالي، وده شفناه قبل كده برده، كان ليه مشكله مع الزمالك مباراه الزمالك. عمل ايه بقى؟ في السنغال خسر 1-0، وجه في ابيجان كسب 1-0، فتعادلوا في المباراتين 1-1. قدر استاد ابيجان في ركلات الترجيح يفوز على تونجيث السنغالي 5-4 ويتاهل لدور ال 32 اللي قابل فيه نادي ميلو الغيني. قابل نادي ميلو الغيني، لعبوا بره الاول خسر بره 2-1، لا فاز الاول في ملعبه 2-0 وبعد كده خسر بره في غينيا 2-1، فكان صعد مجموع المباراتين 3-2. برضو يديك مؤشر ان فريق استاد ابيجان مش فريق قوي قوي، يعني مع تونجيث السنغالي فاز وانهزم، مع فريق زي برضو ميلو الغيني فريق مش قوي قدر يفوز عليه 2-0 لكن خسر بره ملعبه 2-1، فده يقول لك ان هو فريق مش قوي، ولكن وجب الاحترام لكل الفرق، ودي هرجع لها تاني. اخر فريق شباب بلوزداد. شباب بلوزداد بدا الدور التمهيدي الاول مع اي اس ليوباردز الكونغولي، برضو اسم معروف، قدر يفوز عليه جوه ملعبه 1-0 وبره ملعبه 2-0، مجموع المباراتين 3-0. شباب بلوزداد ده
المباراة دي صعد عشان يطلع لدور ال 32 ويقابل الجمارك البوركيني او اتحاد دوانس، بس هو اسمه فريق الجمارك البوركيني. عمل ايه بقى؟ فاز 1-0 وخسر 1-0، لكن قدر يفوز بضربات الجزاء 4-3. فده شباب بلوزداد بيلعب فريق من بوركيني، فريق مش قوي، فريق اسمه مش معروف، قدر يفوز عليه. هو في الاول خسر في بوركينا 1-0، ولما جه يلعبوا في الجزائر ما قدرش يفوز اكتر من 1، فلجوا لضربات الترجيح. بالنتائج اقدر اقول لك ان الاقوى في الثلاثه هو اورلاندو بايرتس، وهو فعلا اللي في التصنيف الثاني. لكن عايز اقول حاجه عن مجموعه الاهلي. مجموعه الاهلي مجموعه مش سهله، مجموعه مش صعبه قصدي، لكنها في نفس الوقت اقدر اقول لك صعبه. ايه معنى الكلام ده؟ المجموعه بتاعه النادي الاهلي صعبه ليه؟ لان انت عشان تنجح في مجموعتك، عشان تتاهل كاول، لازم تحترم كل المنافسين وتبقى حذر جدا من اي منافس هتلعب معاه. ومن هنا تاتي الصعوبه، انك ازاي، لان احنا طبعا خلاص بدانا الموضوع ده بقى يقلقنا شويه، وهو احترام المنافس او الاستعداد كويس للمباراه، وخصوصا لما تكون مباراه انت عارف ان انت اقوى وان المباراه في المتناول. لسه طبعا كان في مشكله السوبر ولسه شايفين الماتش انك ما اهتمتش بيه قوي، فكانت النتيجه كده. فمن هنا تاتي الصعوبه. لكن لو تيجي بقى لبص للفرق اللي معاك، لا انت اقوى منهم بمراحل. انت في فروقات فنيه كبيره بينك وبين سواء اورلاندا او استاد ابيجان او اورلاندو بايرتس او شباب بلوزداد او استاد ابيجان. انت اقوى من الثلاثه على المستوى الفني بفرق كبير. دي حاجه. كتاريخ كبطولات لك اسمك هعمل لكم كمان الحلقه اللي جايه ان شاء الله تاريخ مواجهاتك مع كل فرقه منهم، فانت الاقوى. بالاضافه ان انت الاهلي زعيم القاره الافريقيه. بالاضافه بقى الاهم ان اللي عايز البطوله ما يفرقش معاه هيقابل مين. فلذلك المجموعه سهله، لكن لو احنا استسهلناها هتبقى صعبه. شايف الدنيا في المتناول. سريعا بقى كده قبل ما نختم اقول لك الكونفدراليه اللي تم فيها. الكونفدراليه مجموعه اولى فيها سيمبا التنزاني، الصفاقس التونسي، شباب قسطنطينه الجزائري، برافوس الانجولي. المجموعه الثانيه نهضه بركان المغربي، الملعب المالي، فريق اسمه ستيلينوبيش من جنوب افريقيا، لواندا سول الانجولي، اتحاد العاصمه. المجموعه الثالثه اتحاد العاصمه، اسك ابيجان، جراف السنغالي، اورابال يونايتد من بتسوانا. المجموعه الاخيره الزمالك المصري، انيمبا، بلاك بولز. بصراحه في شويه اسماء كده، بلاك بولز واورابا وجراف، تحس ان اسماء علب سجاير مش اسماء فرق انديه. فلكن الكونفدراليه بصراحه بطوله ضعيفه جدا، خصوصا بعد الغاء دور ال 16 المكرر ده بقت اضعف بكتير. بس انا شايف السنه دي هي اقوى من السنه اللي فاتت، لكن مش بالقوه اللازمه. المجموعه الاولى اعتقد يعني سيمبا والصفاقس اقرب، نهضه بركان والملعب المالي برضو اقرب في المجموعه الثانيه. المجموعه الثالثه في اتحاد العاصمه، اسك، جراف. ما اعرفش جراف السنغالي ده وضعه ايه، لكن اعتقد برضو اتحاد العاصمه واسك. يعني انا اعتقد ان غالبا يعني التصنيفات هي اللي هتصعد، يعني اول وثاني من كل مجموعه، التصنيف الاول والتصنيف الثاني غالبا هم اللي هيصعدوا. الزمالك والمصري وانيمبا، بلاك بولز ده من موزمبيق، اعتقد ده هيبقى حصلة المجموعه، وهيبقى ليه دور مهم جدا في الفرقه اللي هتصعد كتاني المجموعه. نتائج الفرق مع بلاك بولز دي هتحدد مين هيصعد التاني. الزمالك مع المصري مباراه هيبقى الماتشين هيبقوا برج العرب، تسهل على الفرقتين ان هم مش هيسافروا، لكن مواجهتهم مع بعض مش سهله. المصري اخر كام مباراه للزمالك فايز عليه، فالمباراه مش هتبقى سهله. انيمبا، هل انيمبا زي ما احنا عارفينه هل طور نفسه، ولا انيمبا بنفس مستوى السنين الاخيره؟ لو بنفس مستوى السنين الاخيره اقول لك مبروك للزمالك والمصري الصعود، لكن لو انيمبا رجع وقوى نفسه الموضوع هيبقى صعب، وغالبا ممكن انيمبا يصعد على اي فريق من الفريقين. نتيجتهم مع بعض هتفرق. زي ما قلت لك بلاك بولز هيبقى عامل مهم طبعا. هنشوف الايام هتثبت. ماتشات الاهلي كده سريعا، يعني يمكن الاهلي هيبدا يوم 26. اي تاريخ هقوله لك اعمل بعديه مثلا يومين، يعني ايه، انت عارف في افريقيا يقول لك يوم 4 او 5 او 6، فانا هقول لك التاريخ الاولاني وانت قيس عليه بقى بقيه الماتشات. يوم 26/11 الاهلي هيبدا مباراته باستاد ابيجان هنا في القاهره، ثم يوم 6/12 هيطلع الاهلي جنوب افريقيا يلاعب اورلاندو بايرتس، وربنا يستر ما يلعبوش الماتش الساعه 3، غالبا هيعملوا كده يعني. بعد كده 13/12 الاهلي هيستقبل شباب بلوزداد هنا في القاهره، ثم دي هيبقى اخر مباراه في سنه 2024. نبدا 2025 يوم 3/1 هنروح الاهلي هيسافر يلعب شباب بلوزداد في الجزائر، ثم يوم 10/1 الاهلي هيسافر برضه يلعب استاد ابيجان هناك، واخر مباراه هتبقى 17/1 اخر مباراه هتبقى مع الاهلي مع اورلاندو بايرتس هنا في القاهره. في المتناول تقدر يا اهلي ان شاء الله يكون الطريق للبطوله ال13 قدها باذن الله. ولكن قبل كل شيء لازم الاول نقول ربنا يوفق فرقتنا باذن الله في السوبر المصري وفي مباراه العين الاماراتي.